الفضيل سيدة زينب، أبدأ معك من البداية. اللافت في قصتك سيدتي أنه لم تظهر عليك أبدا أعراض الإصابة بفيروس كوفيد 19. اكزاكتومون، لان ما كانوش عندي الاعراض بصفه نهائيه. كان واحد شويه ديال العياء، وما كانت لا حراره لا سعال. ما كنتش من الناس اللي هم اسيمبتوماتيك. نعم. طيب، متى وكيف أصبت بالمرض، وهل أنت متأكدة من الشخص أو المكان الذي انتقلت لك فيه العدوى؟ بحكم انني صيدلانيه، يمكن انني خديت من مزاوله العمل لان تيجوا عندنا المرضى، ولا خديته من مكان اخر. ما يمكنش تعرف بالضبط واش من الصيدليه ولا من مكان اخر منين خديت هذا لو فيروس. طيب، أحد أفراد أسرتك أصيب بهذا الفيروس، وألا يمكن أن يكون السبب أو أن تكون العدوى انتقلت إليك في المحيط الأسري سيدة زينب أبو الخطيب، أم أننا لا نستطيع يعني أن نجزم بالأمر على اعتبار أنه لم تظهر عليك أي أعراض، وبالتالي يصعب تحديد متى أصبت بالعدوى أو السياق الذي طبعا أصبت فيه بالعدوى؟ بالفعل كاين واحد الشخص من العائله اللي هو مصاب، وكانوا عنده المخالطين وحدين اخرين من غير انا اللي تبين من بعد لو تيست اللي داروا انهم كلهم نيجاتيف، وانا الوحيده اللي كان عندي لو تيست بوزيتيف. ما نقدرش نعرف واش خديت العدوى من عند هذا الشخص ولا من مكان اخر. ما تقدرش تعرف بالضبط ان الشخص اللي انتقل من عنده المرض. طيب، كيف تم التكفل بك طبيا، بما أن لم تظهر عليك أي أعراض؟ كيف ولجت إلى الاختبار؟ في أي ظروف طبعا تواصلت مع الأرقام الهاتفية ربما، أو الجهة المخول لها التواصل أو التدبير طبعا أو التفاعل مع مرضى كوفيد 19؟ من بعد ما تبين الشخص انه مصاب، داز اوتوماتيكمون المحيط العائلي ديالو الناس اللي كانوا معاه، ومن تما دارت لو تيست اللي تبين انه من بعد انه كان بوزيتيف، وتم الخضوع ديال المستشفى باش نبدا العلاج. يعني دار الاختبار لجميع افراد الاسره، يعني اللي قراو نعم. اللي فيهم ربما شبهه انتقال العدوى، حتى اللي ما عليهمش اعراض. الاعراض اكزاكتومون، دار لجميع الافراد الاسره اللي كلهم الحمد لله كانوا نيجاتيف. وانايا ابخي لو تيست دخلت للوبيتال اللي بديت قبل ما نتكلموا على هذه الفتره نعم. طبعا ديال المستشفى، انت صيدلانيه، يعني انت وحده من مهنيات الصحه. كيف تلقيتي خبر الاصابه او تاكد الاصابه بكوفيد 19؟ بطبيعة الحال غادي يكون واخا انني صيدلانيه غيكون شي تاع الخوف والارتباك، لان ما كانوش الاعراض. ما كنتش متوقعه بان غادي نقدر نكون مصابه به. ومن بعد بدا التقبل، يعني لما بداتي رحله العلاج داخل المستشفى على ما فهمت. هيا اكزاكتومون، واخا تيكون شويه تاع التوتر والخوف في مرحله العلاج، تيبقى هذيك المده كامله يرافق المريض الخوف طيلة. كم استغرق يعني استشفاؤك حتى تأكد خلو جسدك من الفيروس؟ انا بقيت 11 يوم في المستشفى، 10 ايام تاع العلاج اللي حاطه وزاره الصحه، البروتوكول اللي كاين. ابخي من بعد 6 ايام تاع العلاج درت التيست الاول اللي تبين انه نيجاتيف. من بعد 24 ساعه عاودت لو دوزيام تيست اللي حتى هو تبين انه نيجاتيف. بقيت كملت 10 ايام تاع لو تريتمون. ومن بعد اكيد ما رجعتيش طبعا لكنف الاسره مباشره من بعد الخروج من المستشفى؟ كتكون واحد المده زمنيه يعني زياده في التاكد والاطمئنان. مده 15 يوم درت العزل الصحي في المنزل، ما
واحد بوحديتي بحال ما كاينه في العزله في المستشفى، غير هي انني في الدار مده 15 يوم. كيف مرات يعني في البدايه كيف تلقيتي خبر الشفاء من يعني بموجب هذا طبعا الاختبارين، وكيفاش مرات هذه الفتره اللي هي ديال 15 يوم اللي قضيتيها في المنزل في حاله حجر صحي حتى طبعا العوده الى الحياه العاديه؟ تلقيتها زعما بفرحه كبيره انني الحمد لله تغلبت على هذا المرض. وبالنسبه للحجر الصحي تاع 15 يوم في المنزل تيكون موان ستريسون في لي زوبيتو. دونك دازت الحمد لله، دازت الامور مزيان، ما كانوش لي كومبليكاسيون، كلشي داز الحمد لله. والعامل النفسي اكيد انه مهم يعني في كل المراحل. معلوم المواجهه مع هذا المرض العامل النفسي هو عامل اساس ومهم. اساسي. العامل النفسي مهم. يحاولوا المرضى زعما ديال الكوفيد يحاولوا انهم يبقاو بالنفسيه طالعه عندهم شي شويه باش يحاولوا يتغلبوا وما تهبطش لهم المناعه ويكون المورال مزيان عندهم. سيده زينب ابو الخطيب، غنرجع طبعا للمهنه ديالك، انت صيدلانيه، واش داو التحاليل على مستوى الصيدليه اللي طبعا ديالك والناس اللي كيشتغلوا معاك، ربما الناس اللي كانوا كيجيو كذلك الصيدليه كيف تمت هذه العمليه؟ بالنسبه للصيدليه اللي هي تقفلت لمده تقريبا ديال 15 يوم تم الاغلاق ديالها. وبالنسبه للمساعدين ديالي داروا في الحجر الصحي لمده 15 يوم مع الاهل الاسر ديالهم في المنازل اللي كانوا تقريبا كل نهار تيتصلوا بهم الناس ديال الصحه باش ياخذوا من عندهم المعلومات لا يبانوا عندهم الاعراض ولا حراره ولا الشعر. الحمد لله ما كان حتى شي اعراض، كلشي داز مزيان وما تصاب حتى شي مساعد من عندي. واش رجعتي لمزاوله المهنه ديالك بعد اكتمال الشفاء؟ باقي حيت باقي انا في لي كان جور ديال الكونفينمون في الدار. ان شاء الله يسالي هاد لي كان جور ونرجع للمزاوله المهنه مع كل الاخطار المحدقه طبعا بمهنتك على غرار كل مهني الصحه. معلوم واجب ديالنا اننا نكونوا مع المواطنين في هذه المحنه هذه. غنرجع للمعطى اللافت في قصتك، وهو انك يعني اصبتي بالفيروس ولم تظهر عليك اي اعراض. ما هي رسالتك اليوم يعني بعد هذه المحنه التي اكيد لم تخلو من منح؟ ما هي رسالتك لعموم المشاهدين سيده زينب؟ اللي غنقول لهم ان ماشي بالضروره ان المصاب يكون عنده الاعراض، الا بغينا نخرجوا نلتزموا بالشروط ديال الوقايه، نديروا الكمامات، المسافات الامان، ما نمشوش للاماكن المزدحمه، نخرجوا للضروره القصوى، اننا نخرجوا للعمل ولا التبدل ولا التطبيب، ما نبقاوش خارجين على والو. واش كتعتبري نفسك انك كنت مقصرة في هذه التدابير يعني، وهذا هو السبب الذي أصابك بالمرض، أو رغم كل يعني التدابير والاحتياطات اللي خديتيها قدر لك أن تصابي بالفيروس، وهذا مؤشر على خطورة طبعا هذا الفيروس اللي يجب الاحتياط منه بشكل كبير جدا. هو بالنسبة للفيروس أنه خطير بالفعل، ويمكن أن واخا دير التدابير تقدر تصاب، ولكن إلا خديتي التدابير ديالك مزيان النسبة المئوية باش أنك تصاب قليلة بزاف. إذا تشديد على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي وكذلك اعتماد كل طبعا التدابير الوقائية في حالة مغادرة المنزل. نعم بالفعل. ورسالة أخيرة لمرضى كوفيد 19 وكذلك لأسرهم، يعني الأسر اللي اليوم هي بعيدة على أبنائها في المستشفيات. أنت عشتي هذه التجربة، كنت في المستشفى، من داخل المستشفيات كيف تسير الأمور إجمالا، وشنو رسالة الطمأنة اللي ممكن نعطيوها لا للمرضى ولا لذويهم؟ بالنسبة للمرضى تاع الكوفيد 19 اللي نقول لهم أنهم ما يخافوش، وإن شاء الله كل شيء غادي يدوز مزيان، حيت راهم في أيادي آمنة مع الأطباء
وكيديروا فوق الجهد ديالهم باش يرضيو ويحاولوا يحيدوا لنا هذا الوباء، وتيعاونونا سورتو مورالمون، تيكلموا لنا المعنويات ديالنا. وبهذا المنبر تنشكرهم بزاف انكم تديروا شي بهذا. ونفس الرسالة طبعا لذوي المرضى يطمئنوا على الأبناء ديالهم وينتظروا العودة ديالهم سالمين، ويلتزموا كذلك هم بالتدابير باش ما تكونش إصابة بالفيروس. بالفعل. شكرا لك سيدة زينب أبو الخطيب، الصيدلة